بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم الأستاذ سيد أحمد سيد عبد الله، معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة بني محمد شعراوي الإعدادية، إدارة أبو قرقاص التعليمية. أبناء طلاب الصف الثاني الإعدادي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية. موضوع درسنا النهاردة عن أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. في درسنا النهاردة يا أولاد هنتعرف على أحوال العالم قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. أولا، أحوال العالم قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان العالم قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعم فيه الظلم والفساد بين جميع الأجناس في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يمكن أن نتعرف أحوال العالم قبل ظهور الإسلام من الخريطة التالية. دولة الفرس كثرت فيها العبادات الوثنية، احتلت بلاد اليمن والعراق. دولة الروم اعترفت بالمسيحية دينا رسميا للبلاد، احتلت مصر وبلاد الشام. الهند كثرت فيها العبادات، فكانوا يقدسون البقر والزواحف. شبه الجزيرة العربية ظهرت فيها حضارات قديمة مثل حضارة قوم عاد وحضارة قوم ثمود. قامت فيها ممالك ودول مثل الحيرة والغساسنة في الشمال، معين وسبأ وحمير في الجنوب. ظهرت فيها مدن مثل مكة ويثرب في الغرب. ثانيا، أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. أولا، الحياة الدينية. كان شبه الجزيرة العربية مهدا لكثير من الأنبياء، ومنهم هود عليه السلام. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. صالح عليه السلام. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره شعيب عليه السلام. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إبراهيم عليه السلام. إسماعيل عليه السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تعددت الديانات والعبادات في شبه الجزيرة العربية. الحنيفية هي عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. عبادة الأصنام عرفوها مع مرور الزمن واتخذت كل قبيلة صنم. اليهودية
دين سيدنا موسى عليه السلام. المسيحية دين سيدنا عيسى عليه السلام. انتشرت الديانة اليهودية والديانة المسيحية في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية. ثانيا، الحياة السياسية. ساد النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية، لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة، ولكل قبيلة شيخ يحكمها وقانون يحدد حقوق وواجبات كل فرد في القبيلة. من أشهر القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية قبيلة قريش بمكة. ثالثا، الحياة الاقتصادية. مارس أهل شبه الجزيرة العربية الرعي. كان الحرفة السائدة في البادية الزراعة، كانت قليلة ندرة الأمطار. الصناعة، صناعة الرماح والسيوف. التجارة، كان أهل مكة أكثر سكان شبه الجزيرة العربية مكانة تجارية، بما تفسر لأنهم قاموا بتنظيم رحلتين تجاريتين، هما رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رابعا، الحياة الثقافية. اشتهر العرب بالشعر والخطابة، ومن أشهر الشعراء العرب النابغة الزبياني. كانت الأسواق عند العرب ميدانا لتنافس الشعراء والخطباء، وليست للتجارة فقط، مثل سوق عكاظ وسوق ذي المجاز. خامسا، الحياة الاجتماعية. كان المجتمع قبل ظهور الإسلام ينقسم إلى بدو سكنوا في الصحراء، حضر سكنوا في المدن. اتصف العرب قبل الإسلام ببعض الأخلاق الحميدة، كما كانت لهم بعض العادات السيئة. الأخلاق الحميدة: الشجاعة والكرم، العفو عند المقدرة، الوفاء بالعهد، حماية الجار، الصبر. العادات السيئة: وأد البنات، شرب الخمر، لعب الميسر، الأخذ بالثأر. وبعد أن تعرفنا أحوال العالم وشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، نجد أن العالم كان في حاجة إلى مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي يرشد الناس إلى عبادة الله الواحد، ينشر قيم العدل والمساواة والتسامح والرحمة. وبكده يا أولاد يكون انتهينا من درس النهاردة. انتظرونا في درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي. كان مع حضراتكم الأستاذ سيد أحمد سيد عبد الله، معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة بني محمد شعراوي الإعدادية.
إدارة أبو قرقاس التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.